اهلا وسهلا في فيديو اليوم. عملت لكم وصفة رز بلبن مميزة، جربوها وشاركوني رأيكم. اول حاجة عندي المقادير بتاعتي. انا عندي هنا 4 كوبايات من المية عيرتها بنفس الكوباية دي. عندي 2 كيلو من اللبن، كوبايتين من السكر، 8 معالق من النشا كبار، 6 معالق من الرز كبار برضو، وعندي كيسين من الفانيليا. وطبعا انا الرز لازم بغسله قبل ما اشتغل بيه. جبت هنا الحلة بتاعتي، حطيت فيها المية والرز. هسيب الرز بقى على نار هادية يستوي لحد ما يبقى نص سوا ويوصل معايا بالشكل ده كده. اول ما يبقى نص سوا هنزل عليه باللبن. هقلبه كده تقلبتين واسيب اللبن لحد ما يغلي معايا، وبكده يكون اللبن غلي معايا. هقلبه كده برضو كويس. هنزل عليه بكوبايتين من السكر. هفضل اقلب السكر كويس جدا لحد ما يدوب معايا، وطبعا انا هنا بقلب على نار هاديه. وبكده يكون السكر داب معايا. هبدأ انزل عليه بالنشا. طبعا النشا هنا انا عندي 8 معالق من النشا، دوبتهم في نص كوبايه من الميه. هقلب كويس جدا لحد ما يوصل بقى معايا بالشكل ده. هبدأ انزل عليهم بكيسين من الفانيليا. الفانيليا بتخليه طعمه جنان وكمان ريحته تجنن. هفضل اقلب فيه كده على كل دوت على نار هاديه جدا. كده بقى يكون خلص معايا، وده شكله بعد ما خلص معايا. يا ريت بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتقولي رأيكم في الكومنتات. يلا بقى بينا نجرب كده ندوقه مع بعض. تحفة جدا جدا وكريمي بصراحة، يجنن، لازم تجربوه.